السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم عاملين إيه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقة جديدة معاكم النهارده، مكملين في سلسلة الوصول، سلسلة الوصول الى الدار الاخرة والوصول الى الله عز وجل. مكملين النهارده، هنبدأ في بداية ان شاء الله سورة الحج. خلصنا مرة اللي فاتت سورة الانبياء، ربنا يكرمنا واياكم بإذن الله. ربنا عز وجل بيقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. صدق الله العظيم. دي كانت آية النهاردة. ندخل في حلقة النهاردة على طول. ذكر الموت هيجاوب لك على أسئلة كتير في حياتك، وهيحسم القرارات في حاجات كتير في حياتك. ويعني سنويا او يجي يندرج تحت الجملة دي زيارة المقابر، بس الموت نفسه. ليه؟ لان انا ساعات لما بدي نفسي مساحة، بدي مساحة للنفس ان هي تلعب تاخد راحتها في حاجة انا عارف ان انا ممكن بضيع وقت بالكده او وقت ملهوش لازمة. لما احط قرار الموت قدامي بيخليني صائب في حاجات بقطع التفكير فيها نهائي، باخد قرار حاسم من غير تردد، من غير حيرة، من غير اي شك او تفكير. ليه؟ خلاص عارف ان الحكاية زي واحد بيقول لك ايه، بمعنى الكلمة فرصة. كأني بقول لك مثلا ايه، يا جماعة احنا مثلا ماشيين في الطريق ونازلين في كافيتيريا، الكافيتيريا دي مش هنقف ولا كافيتيريا تاني نهائي الا لما نوصل. وانتوا مثلا الاكل والشرب اللي معانا خلص، فانت وانت داخل مش هتفكر انا هجيب ايه ولا ايه النوع اللي هجيبه، عصير ولا هجيب ميه ولا هروح اجيب مش عارف اكل ولا بتيهات ولا كده. ببقى رايح عايز اخد اي اكل وشرب يقعد معايا يساعدني لحد ما اوصل. زي كده مفيش انما دايما في رفاهيه بتيجي عند النفس، ان انا بقعد ادخل في اختيارات ارغى كده كده مش هتفرق معايا. زي واحد لما يقول اصلا انا مش عارف، زي ما كنت ايه بتجيلك فكره انك راح تصل ارحامك في اي مثلا مواسم، في اوقات موسميه زي مثلا الاعياد وكلام زي كده، او في اوقات عادي تلاقي نفسك لما تسيب نفسك للشيطان ونفس الاماره بالسوء، تقعد تقول لك يا عم اصل هو ده، هو ما رنش عليك، ده انت مش عارف بتسلم عليه بيرد كده بطريقه وحشه. فيديك المساحه انك ممكن تتراجع وتلغي الموضوع خالص، في حين انك انت كنت رايح تاخد اجر وحسنات كبيره. انما لما تفتكر دايما معنى الموت في نظرك هيخليك تروح وانت مغمض عينيك، مش هفكر، مش مهم حتى لو قابلني واحد. ليه؟ انا بعمل ربنا خلاص، ليه؟ عارف ان كأني ايه. فدايما ذكر الموت بيجاوب لنا على حاجات كتير، بتوفر علينا وقت جامد. لان احنا ممكن نضيع سنوات من عمرنا، مش شهور ولا اسابيع، واحنا عمالين نلف وندور في حاجة انت عارف بينك وبين نفسك انك بتضيع وقت. هسأل مش عارف الدكتور الفلاني، هروح أسأل المختص الفلاني، هسأل. لأن في ناس بتروح تتابع مع ناس مثلا مختصين في علاج مشاكل معينة، أو بتسأل حوالين حاجة وهو نفسه مش عايز يساعد نفسه. ودايما خلي بالك، لو أنت ما كنتش عايز تساعد نفسك في حل حاجة من جواك، لو اجتمع أهل الأرض عشان يساعدوك مش هيساعدوك. لو أنت حابب، يعني في ناس ساعات بتبقى عنديها مثلا شعور بالسعادة إن هي تحب تعرض مشكلتها على أكتر من حد، وبس لحظة عرض الفكرة كده والمشكلة هي سعيدة بس، مش أكتر من كده. تيجي تسألها تقول طب انت عايزين نوصل لحل، طب انت عايز، هو مش عايز يحل المشكلة، هو مستكفي كده ان هو ايه، عايز ياخد يعني عين الشفقة من الناس، ان هو عمال يعرض المشكلة، والله مش عارف كذا كذا. واحد يقول له نصيحة ويسمع واحد من هنا، وده يقول له كلمة، وده يقول والله يعني مش عارف لسه. طب طبق دي يا عم، لا ما يطبقش، هو بيحب بس نعرض المشكلة عشان يكون في دايرة الشكوى. فلما نيجي نبص في حاجة من هذه الجزئية، لما افتكر زي كده، الموت يخليني ايه، استعن بالله عز وجل، ادعي، اخلص يعني، اللي انا عايز اتخلص من المشكله، تبص تلاقي ربنا ايه، يبعت لك الحلول من حيث لا تدري ولا تحسب امامك. وسبحان الله طريق ربنا عز وجل
هو الطريق الفيصل النهائي اللي بيلغي تلات ارباع مشاكل الحياة. بعيد عن طريق ربنا انت داخل في دوامة من المشاكل والشكوى لا حصر لها الى ما لا نهاية في حياتك. انما طول ما انت مع طريق الله عز وجل انت في قوة وفي سند محيط بيك وفي كنف، مخلي فيه مشاكل كتير بتعدي قدامك كده بتسحق قبل حتى ما تصل لخاطرك، وحتى لو وصلت لخاطرك كده كده ايه بتتفتت بدري بدري وبتطلع. انما دايما استحكام الشهوات واستحكام المشاكل والشكوى واستحكام هموم الحياة بيجي من انك انت ما عندكش قوة تستند عليها. يعني اي حد هتبص تلاقي عنده مشاكل عويصة جدا ومش قادر يلاقي لها اي حل ومش عايز يلاقي لها حل، بتلاقي تلات ارباع مشكلته تكمن في انه بعيد عن ربنا، او حتى لو قريب ربنا علاقته فيها مشكلة او مش يقينية باخلاص. فتجد ان ايه بقى، تجد ان دايما ربنا كأنه طول ما انت ماشي في القرآن مع كلام الله عز وجل بيديك رسائل مطمئنة نهائية ما فيهاش كلام تاني ولا فك بعديها. ليه بقول انا الانسان افضل كلام يفني فيه عمره البني ادم المفروض هو القرآن؟ لان القرآن جامع وشامل لكل العلوم، كل العلوم بكل ما تصف الكلمة، كليا وجزئيا وعلميا ومعلوماتيا، عايز اقول لك وفهميا وضمنيا كله. يعني بص تلاقي ايه، حتى معاني القرآن فيها معاني اشباع كامل لكل مخاوف النفس. الانسان اللي ماشي بكلام ربنا وبيحققه، كم الوعود وكم الامنيات اللي ربنا بيقول لناس انه هيحققها يوم القيامة، وكم الكنف والرحمة وان انتم معانا ولا تحزنوا. لو انتوا كنتوا مؤمنين المفروض الحزن ما يجيش كذا كذا وهتحصل مش عارف ثلاثة. بيديك صورة مصغرة ربنا ومكبرة عن كل اللي هيحصل في الدنيا، ومع ذلك بيطمنك وبيقول لك احنا في صفك وانت لو معانا احنا. كم الآيات اللي بتحكي عن نعيم الجنة، وكم الآيات اللي بتحكي عن مصير المتقين يوم القيامة، وكم الآيات اللي بتحكي عن وعود ربنا عز وجل بجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. يقول لك في آيات ذلك الفوز العظيم. فتجد ان الموضوع يعني ربنا اللي يمشي بالحتة دي مش محتاج يدخل نفسه في زوبعة فارغة من المشاكل والحاجات والطب النفسي هي الحاجات دي موجودة، بس انا بقول لك خد الحبل من اوله يغنيك عن اخره. مش هقعد انا امسك في سفاف الامور واسيب الاساس، زي واحد مثلا ايه عمال يمسك في مشاكل فرعية وسايب المشكلة الرئيسية اللي هي منبع كل المشاكل. طب انا احل المشكلة الرئيسية، انا زماني خلصت. يعني زي مثلا نضرب مثال، لو في شقة مثلا فيها تلات أربع مواسير مضروبين ومكسورين في كذا أماكن، في المطبخ والحمام وأوضة ومش عارف إيه وكذا، فأنا عايز أحل المشكلة عشان أوقف المية عمالة طبعا تنطر في الشقة في كل حتة مش عارف إيه. المفروض أعمل إيه؟ هقفل المحبس الرئيسي، هلاقي إن المية وقفت على المشكلة كلها. بعد ما أصلح المواسير دي كلها أرجع أفتح المحبس الرئيسي تاني، ألاقي المشكلة اتحلت ومفيش مية تاني. إنما أنا أقعد أمسك في الماسورة دي هنا شوية ودي هنا شوية ودي هنا شوية، وعمال المية غرقت الشقة كلها. طب ما أنا أقفل المحبس الأساسي لحد ما أحل المشاكل الفرعية دي بهدوء على مهله، وبعد كده أرجع، يبقى أنا عملت الأولوية للمشكلة الأولى. كذلك الأمر. فدايما عشان كده لما بلاقي القرآن اللي ماشي معاه هيغنيه عن حاجات كتير، هيخليه عنده كم من، يعني عايز اقول لك تكامل المعاني لا يستطيع ان يضع في النفس الا القرآن. بس اشوفكم الحلقة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.